يوجد مسخ لم تشهده البشرية، ولم تنتكس الفطر على مر التاريخ إلا في مرتين، في زمن لوط وهذا الزمن الذي نحن فيه. ولو كان ثمة نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام لبعثه الله عز وجل في هذا العصر، حتى يصبح الرجل يأخذ بجواز السفر فلان ابن فلان زوجته فلان ابن فلان، ثم يسافر معه في الطائرة إلى جميع دول العالم. الغرب ليس صراعنا معهم الآن صراع إسلام فقط، صراع إنسانية، صراع بشرية، صراع فطرة، بحاجة إلى إعادتهم من حياض البهائم إلى حياض البشر، ثم بعد ذلك يأتي خطاب الإسلام. ولهذا انبهرنا بالمادة ونسينا الفطرة، ونسينا الفطرة التي فطرنا الله عز وجل عليها. وللأسف الشديد مع أننا أصحاب فطرة وأصحاب دين حق نخجل من ذلك. لأجل ماذا؟ لأن لديهم طائرة تطير، ولديهم حاسب، ولديهم جوال، انتفي. ولكن ضعف الأمة وهوانها حتى في جانب الفطرة جعلها تخجل من منظمات الحقوق وتفر من حكم الله سبحانه وتعالى، وتلجأ إلى مجاملة أولئك. يوجد مسخ لم تشهده البشرية،